ايه رأيكم في الكب كيك الجميل ده؟ هنعمله معاكم وبيضة واحدة بس، مش هنكلف نفسنا كتير. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا بصوا، شايفين القمر ده؟ يلا بينا. يلا حبايبي نبتدي نعمل الكب كيك. معانا بيضة في الخلاط، هننزل بمعلقة كبيرة خل ابيض من بتاع الاكل، وهننزل بنص كوباية سكر، مج السكر العادي نص كوباية، وهننزل بمعلقة فانيليا. هنشغل الخلاط بتاعنا بقى بعد ما ننزل الفانيليا. هنشغل الخلاط بتاعنا ونضرب كويس. بعد ما ضربنا البيض والسكر والفانيليا والخل، هننزل بنص كوبايه زيت بنفس المج وهنضربه كويس. هننزل بكوبايه اللبن بنفس المج برضو، كوبايه لبن. بعد ما خلصنا الخليط بتاعنا بالشكل ده، جبنا معانا كوبايه دقيق، نفس الكوبايه اللي كنا بنعمل بيها اللبن والزيت، كل حاجه نفس المج او بنفس الشكل ده كده. عايرنا بكوبايه دقيق، حطينا عليهم معلقتين كبار نشا، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقتين نشا ممسوحين، ومعلقه بيكنج باودر كبيره ممسوحه برضو، ورشه من الملح. وقلبنا كل المكونات دي كده مع بعض. هننزل بقى بالخليط السائل بتاعنا. نزلنا بالخليط السائل بتاعنا، هنقلب كويس. حطينا معلقه كبيره من الكاكاو، نخلينها طبعا، وبنقلب كويس. خلصنا الخليط بالشكل ده كده. هنحطه بقى في كيس كريم شانتيه او اي كيس بلاستيك عندك، مش لازم نفس الكيس. جبنا بقى قوالب الكب كيك اهي اللي شايفينها، الورق الزبده ده كده، والصينيه بتاعتنا، وهنفضي فيها بقى بتاعتنا. ادي الكيس بتاعنا اهي، واحده واحده. هنحط بقى شوكولاته شيبس، هندخلها بقى الفرن لمده 40 دقيقه. الرف الوسطاني هنشغل من تحت بس. ده الكب كيك بتاعنا بعد ما خلص بالشكل الجميل ده. شايفين طري ازاي وجميل؟ ما اقولكوش بقى، انا هوريكم واحده دلوقتي بعد ما نفكها من ورقه الزبده. ادي شكلها اهي، بصوا بصوا من جوه طريه ازاي. بصوا، هنفتحها معاكم من النص. شايفين؟ بصوا الشوكولاته من جوه عامله ازاي. ما ننساش بقى لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتعه.